كل الناس خبيثة وعايزة مصلحتها. لا يا عم، أصل أنا الوحيد اللي فاهم وهم كلهم مش فاهمين. هم ناس مؤذيين. أنا الضحية. بالفعل أنت ضحية أسلوب تفكيرك بالشكل ده. أنت واقع في فخ من الفخاخ العقلية، واللي هو للأسف روتين تفكير، أسلوب حياة مش هتتحرر منه غير لما تعرفه الأول. وده اللي أنا هساعدك فيه في الفيديو ده، فتابعني لحد الآخر. أولاً، إيه كلمة فخاخ عقلية؟ هو أسلوب تفكير مختل بيولد عندك أفكار غير مفيدة، أفكار سلبية تصبح مع الوقت آلية، يعني أوتوماتيك. كل ما تتعرض لموقف معين مخك وعقلك الباطن بيميل للتفكير بالطريقة دي. طب ما طول هي طريقة تفكير سلبية، هو ليه أنا ممكن أذي نفسي بالأسلوب ده يا صاحبي؟ لأن التفكير السلبي بالطريقة دي بيدي لك مكافأة قصيرة المدى، يعني إحساس بالأهمية أو القيمة. مثلا زوجة فاضلة اتعودت إن محدش هيسمعها غير لما تنكد على البيت كله، غير لما أبدأ أزعق في جوزي وأضرب الأولاد. وقتها هيحسوا إن أنا مهمة، يحسوا إنه مشكلة كبيرة وإنهم هما يسمعوني. وقتها هحس بالأهمية عندي، فعلها الباطن ترجم دي إن محدش هيسمعني غير لما أنكد عليه. وبقت دي طريقة تفكير آلية فيها، وهي مش واخدة بالها إن هي كده بتأذي نفسها وبتأذي اللي حواليها. بدأت تضحك على نفسها وتضحك على النقص اللي جواها، بإنها تسد الحفرة اللي جواها دي بمية من غير ما تسدها برمل حقيقي. وقامت بتصرفات وسلوكيات مؤذية جدا لنفسها ولجوازها ولزوجها وأولادها وبيتها بشكل عمومي. فالخطوة الأولى قبل ما نحكي في أي فخ عقلي هي إنك تبدأ تقبل أفكارك ومشاعرك السلبية زي ما هي بالظبط، دون ما تصدر أي حكم عليها. النقطة دي مهمة جدا، إنك تقبلها زي ما هي بالظبط دون إصدار أي أحكام. قبولي ليها هو معناه إقراري واعترافي بإنها موجودة، ومش بالضروري معناه إني أنا موافق عليها. هدي لك مثال. أنا وأنت مختلفين مع بعض في موضوع معين. هنا قدامك حل من ثلاثة. الحل الأول هو إنك أنت شايف نفسك كده كده صح وأنا اللي غلطان، فتبدأ إنك تهرب من الموضوع وتهرب من الحوار والمناقشة. وهل كده إحنا حلينا الموضوع؟ لا طبعا ما حليناهوش. وده بيمثل يا صاحبي الهروب من الأفكار والمشاعر السلبية جواك، وإنك كده بتسيبها تتغلغل جواك وتهيج أكتر. فطبعا ده حل مش صحي تماما. هنبدأ نخالف بعض ونتخانق مع بعض ونعلي صوتنا على بعض. وهل كده إحنا برضه حلينا الموضوع؟ لا برضه ما حليناهوش. وده بيمثل يا صاحبي الصراع مع الأفكار والمشاعر. أنا هقبل وأنت هتقبل إن اختلاف الرأي ده طبيعي، ونبدأ مع بعض نشتغل سوا علشان نحل الموضوع. يعني متى حليناه؟ لما بدينا نقبل. ده بيمثل اللي أنا بقول لك عليه، وهو قبول الأفكار والمشاعر زي ما هي. هذا شعور سلبي شائع كلنا بنمر بيه، وهو الإحباط. علشان تفهم الصورة بشكل أحسن، مثلا يعني أنا حاسس حاليا بإحباط، فأبدأ أقبل الشعور ده من غير ما أهرب منه ولا أتصارع معه. لأن لو عملت كده وقتها الشعور ده هيزيد جوايا أكتر، وهحس بإحباط، إن أنا حاسس بإحباط، وأدخل يا صاحبي كده في دايرة سلبية ما بتنتهيش. تاني حاجة إني أفك الاندماج مع الشعور ده. يعني مثلا شعور الإحباط ده ما اندمجش معاه وأعيش جواه وآخد وأدي معاه، لأن كده برضه بدخل في حفرة مظلمة ما بتخلصش. وبرضه كده أنا بكون مصدق الشعور ده جدا من غير ما أحكم حكم عقلاني صحيح. ما بقاش قادر أشوف الصورة من بره وأشوفها بشكل أوضح. بصلها كده من بعيد وحط قدامها فكرة تكيفية. يعني مثلا طبيعي إني أنا أحس بإحباط، ده طبيعي، ولكني حاولت قد ما أقدر. أنا شايف الفكرة دي اللي بتقول إن أنا أستاهل دي، بس الحقيقي إن كلنا بنغلط وإحنا لازم نقوم. أنت هنا بتحللها بطريقة عقلية ومش بطريقة عاطفية، وكمان بطريقة تفكير جديدة وإيجابية. مع الوقت والممارسة هتصبح دي طريقتك الآلية في التفكير كل ما تتعرض لموقف أو مشاعر سلبية. وقيم طبعا في النهاية شعورك ومشاعرك السلبية من 1 ل10، هل خفت ولا زي ما هي. وما تزعلش من نفسك لو ما راحش خالص، احنا بنتعافى بالوقت. بس طبعا انت دلوقتي حللت الموضوع بطريقة عقلانية ومش عاطفية، واديت لنفسك الدعم اللي انت تستاهله. يلا تاني وقف الفيديو وعيد معايا التدريب. قلنا هنعمل 3 خطوات. هنقبل المشاعر والأفكار زي ما هي دون إصدار أي أحكام، نفك الاندماج معاها
ونلاحظها في موقف المشاهد والملاحظ من بعيد. وأهم خطوة الثالثة نحط فكرة تكيفية قصاد كل فكرة أو شعور سلبي أنا بحس بيه. وفي الآخر قيم مشاعرك السلبية قبل وبعد من 1 ل10 وأشكر نفسك. طولت عليك الصراحة، أشكرك جدا لأنك مكمل الفيديو لحد دلوقتي، لأن دي دليل على إنك مهتم بنفسك وصحتك النفسية وإنك أنت نفسك تبقى أحسن. الفيديو اللي جاي هناخد 11 مثال على الابتكارات العقلية، هم الأشهر طبعا، ممكن نقسمهم لفيديوهين لو حابين. فاحرص إنك تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس علشان يجيلك إشعار لما أنزل الفيديو. أشوفك الفيديو اللي جاي يا بطل. سلام.